دونر الكباب التركي اللي مكسر الدنيا هنعمله بقى بطريقة تختلف عن الآخرين. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. هنجيب نص كيلو من اللحمة المفرومة، بس يا ريت الدهن فيها ما يقلش عن نسبة 25%. ولو طلع قليل عن كده هنروح نجيب 150 جرام من اللية، نفرمها ناعم برضو، وبعدين نضيفها على اللحمة بتاعتنا مع بصلاية متوسطة تكون مفرومة ناعم، ومش هنصفي المية بتاعتها، ومعلقة كبيرة من بهارات الشاورما. وبعدين كمان معانا رشة من الملح، وما تكتريش الملح لأن التوابل نفسها فيها ملح. دوقي وشوفي الدنيا هتبقى عاملة ايه. ومعانا رشة من الشطة للي عايز طبعا. ونقلب السباتيولا أو نعجن بإيدينا، بس برضو النتيجة مش هتيجي زي ما احنا عايزين. احنا عايزينها تبقى ناعمة جدا، علشان كده هناخدها ونروح بيها على الكبة علشان نوصل للقوام اللي انت هتشوفيه دلوقتي، ضربا كده مبرحا لغاية ما توصل معانا للدرجة دي، ناعمة جدا. تمام. يلا بقى نروح دلوقتي نجيب ورقة الزبدة وندهنها دهنة بسيطة كده من الزيت، علشان ممكن يطلع ورق يعني مش أحسن حاجة ويلزق في اللحمة. وهندهن برضو إيدينا كده بدهن الزيت خفيفة، ونبدأ ننزل بكورة من اللحمة على ورقة الزبدة، نفردها بس فردة صغيرة كده الأول، وبعدين نروح نجيب ورقة تانية وبرضو ندهن السطح الملاصق للحمة دهنة زيت خفيفة، ونبدأ بالنشابة نفرد بقى على قد ما نقدر لغاية ما نوصلها لسمك رفيع جدا. لان المفروض ان دي شاورما يا جماعه، لما بروح نجيبها من عند المحلات بتبقى محطوطه على سيخ كبير كده، بياخد منها رقات ضعيفه، سمكها ضعيف جدا، بتبقى كده متحمره من بره ومن جوه تلاقيها جوسي ولذيذه. احنا هنوصل بيها للمرحله دي ان شاء الله. زي ما انت شايفه السمك بتاعها رفيع جدا. هنبدأ بقى نرول كده ورقة الزبدة زي ما احنا شايفين، ونكرر الحكاية دي كلها مع الحكاية دي مع كل الكمية اللي عندنا. طبعا نص كيلو أنا كنت فاكراها صراحة شوية صغيرين، لكن بجد عمل كمية مش بطالة، يعني عمل 6 رغيفة كبار. الرغيف بيتقسم 2، يعني عندك 6 انصاص يكفوا ما شاء الله حد كتير ياكل. تمام. طبعا هنا مهم جدا زي ما قلت لك انك توصلي اللحمة لطبقة رقيقة جدا، علشان خاطر تديك النتيجة المرجوة، ونوفر على نفسنا خطوات ناس كتير عملتها هقولك عليها دلوقتي. طبعا زي ما انتم شايفين انا لو خدتوا بالكم انا ما حطيتش زبادي، ودي من اول الخطوة اللي يعني دي خطوة من الخطوات اللي انا يعني افتكستها من عندي بصراحة. ما حطيتش زبادي، اكتفيت بس بالحاجات اللي انتم شفتوها دي. خلاص خلصنا الكمية كلها، وبعدين حطينا بقى معاها خضار بيبقى مشوي طعمه لذيذ جدا، يتحط جنبها او في قلب السندوتشات زي ما هنشوف دلوقتي. هندخل بقى الشاورما بتاعتنا فرن حار جدا على درجة حرارة 200 من تحت ومن فوق، وتابعيها لأنها بتاخدش وقت كتير. وهنروح نعمل السلطة البلدي: بصل، طماطم، بقدونس، رشة ملح، رشة سماق، رشة كمون، شوية خل صغيرين، وتبقى جاهزة كده. ونروح نعمل كمان نوع من السلطة وهي سلطة الطحينة. هناخد معلقتين من الطحينة، عليهم معلقتين من المية، ونقلب كويس جدا لغاية ما تبقى سميكة معانا كده. هنروح ننزل عليها بمعلقة كبيرة من الزبادي، ونقلب برضو كمان تاني، ورشة من التوم البودر، ورشة من البصل البودر، وعصرة ليمونة صغيرة، معلقة زيت زيتون كبيرة، ونقلب كويس جدا. هنلاقي لسه القوام سميك كده، فننزل عليها بمعلقة مية كمان لغاية ما تدينا القوام الجميل اللي انت شايفاه، ورشة بقى ملح ورشة شطة برضو حسب الرغبة، وتبقى جاهزة معانا النوع التاني من الطحينة. تمام جدا. طلع الدونر من الفرن ما شاء الله زي ما انتم شايفين، الخضار مشوي، شكل الرولات بصراحة طبعا تحفة، الريحة ما اقولكوش جميلة جدا جدا. يعني بس خدي بالك لان في التوقيت ده بتبقى سخنة قوي، درجة الحرارة بتاعتها بتبقى عالية جدا. وزي ما انت شايفة التركة التانية اللي انا عملتها، وفرت على نفسي حاجة كتير قنوات كتير عملتها، وهي انهم بعد ما بيطلعوها من الفرن بيرجعوا تاني يدخلوها تاخد وش تتحمر، او يقلبوها كده في مقلايه على النار. فانا قلت هديها يعني درجه حراره شويه ازيد، علشان خاطر تديني اللسعه دي من مره واحده على طول، تبقى من بره متحمره على خفيف كده، ومن جوه جوسي وطريه. بصراحه كانت التجربه ممتازه واكثر من رائعه. ريحتها حلوه قوي، الطعم هنشوف مع بعض دلوقتي بجد يعني فاق اي توقع، رغم انها في الاول وفي الاخر هي لحمه مفرومه وما فيهاش حاجه افتكاسه يعني، لكن هي الطريقه بسيطه لكن بتدي نتيجه بصراحه هايله. هنبدا نقطعها زي ما انتم شايفين علشان نشوف هنعمل بيها ايه مع الساندوتشات. تمام.
خدي بالك من ايدك لانها بتبقى سخنه زي ما قلت لك جدا، وبتقلبيها في الصوص اللي نازل منها اللي هي الماده الدهنيه بقى الخفيفه دي. وادي كمان الخضار معانا اتشوى وبقى جميل جدا، بيفصل لوحده كده زي ما انت شايفه من القشره، دليل على انه استوى جدا. وهنروح نجيب خياره مخلله بقى من الخيار اللي احنا مخللينه. انا بخلله كامل كده لما يكون عندي انواع تانية من المخلل، فعلشان ما يتهريش بسرعه. وهتلاقوا طريقته موجوده عندك على القناه، تقدري تتفرجي عليه. هنروح نجيب العيش الشامي او عيش الصاج، او خبز الصاج زي ما بيسموه في دول كتير. وبعدين هنحط طبقه من الطحينه، وبعدين عليها طبقه من الدونر كباب، وطبعا حبه فلفل بقى من الحار، حته خيار، شويه سلطه بلدي. ونبدا نكلف كده الساندوتش، وبعدين نضيف عليه كمان رشه طحينه، وتقفلي تقفيله كويسه جدا علشان ايه ما يفكش من بعض. وما شاء الله متماسك واكثر من رائع. تمام. هنقسمه بقى نصين وهنشوف شكله مع بعض عامل ازاي. بصراحة روعة بجد يعني. الفكرة بسيطة لكن بتدي نتيجة هايلة. هنقدمه بالشكل ده مع مثلا بطاطس شيبسي، مع بطاطس مقلية عادية، تمام جدا. هنعمل بقى الساندوتش التاني بطريقة مختلفة، هنضيف فيه كاتشب. الكاتشب هنا بيحل محل الصوص اسكندر اللي هو المفروض يتعمل اساسا مع الكباب ده، بس هو الى حد كبير بيشبه الكاتشب الحار. فانا يعني خدت ده كبديل، بس ممكن نعمله ان شاء الله مع بعض تاني اللي هو صوص اسكندر. وهنلف بقى الساندوتش كده برضو. طب هنعمل معاه حاجه مختلفه، هنروح نجيب الساندوتش ميكر او التوستر ونحط فيه الساندوتش كده، ياخد معانا لسعه كمان من بره. شايفه الجمال، شايفه القرمشه والشكل المتحمر ده، بصراحه ريحته تحفه وشاهي جدا جدا. جواه بقى الخضروات المشويه والريحه طبعا تحفه. هنقدم الطبق كده للي عايز متحمر في الساندوتش ميكر، او لا ابيض كده زي ما احنا شايفين. الطعم في كلتا الحالتين بجد ممتاز. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم اشتركوا في قناتي على اليوتيوب مطبخ اماني شتا، ولايك وشير.